سلسلة التفجيرات الإجرامية التي طالت مدينة الصدر والمقدادية وصولا إلى التفجير الأخير لسيطرة الآثار في مدينة الحل جوبهت بالشجب والإدانة من قبل الشارع العراقي والأوساط السياسية والمراقبين، وعدوها من الأوراق الخاسرة التي يسعى العدو الداعشي لاستخدامها، كونها تزيد من عزيمة وإصرار أبناء العراق على محاربة الإرهاب. خلال فترة وجيزة جدا من انتصارات للجيش العراقي والحشد الشعبي والمكونات من الكتائب والفصائل المسلحة العراقية اللي كلها ساهمت بشكل مباشر في دحر هذا الإرهاب والدخول على منطقة الجزيرة هسه بالوقت الحالي والتهيؤ لدخول الموصل، هذا كله أدى إلى نوع من زعزعة هذه العصابات، وبالنتيجة أدت هذه العملية إلى حركة الجيوب اللي موجودة داخل المدن، وهذه بالنتيجة هي بمرحلة خطرة. نجب وندين ونستنكر التفجيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة في العراق، وخصوصا مدينة الصدر وتفجير المقدادية، وتفجير الأخير هو في محافظة بابل. بوقت تقدر فيه تضحيات وبطولات القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي في خطوط المواجهة مع عصابات داعش الإرهابي، ثمة رسالة من أبناء الشعب إلى الأجهزة الأمنية وقياداتها باتخاذ مزيد من اليقظة والحذر اتجاه الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات، والعمل على وضع خطط أمنية محكمة تكون كفيلة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين. هي المفروض العناصر الأمنية يعني يضبطون شغلهم على مود يسيطرون على الانفجارات اللي قاعدة تصير، وهي كليتها ما أعرف يعني عبارة عن يعني ناس متفقة تسوي على مود يأذون الشعب، وهذا الوضع تعبان. هاي يعني التفجيرات ما تكون هنا ما راح تخوفنا، بالعكس راح تزيد من عزيمتنا ولحد من نحرر آخر شبر من العراق، وبنفس الوقت يعني احنا عندنا عتب على القوات الأمنية على مود يزيد الجهد الاستخباراتي، على مود هاي العناصر الموجودة الناعمة بالعاصمة بغداد ما تقدر تقوم بهاي التفجيرات. التفجيرات ارتفعت في الآونة الأخيرة سيما في العاصمة بغداد، ويرى مراقبون بأن تلك التفجيرات تأتي في إطار محاولة الزمر الإرهابية لنقل المعارك إلى بغداد لتشتيت جهود القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، لكن محاولاتهم باءت بالفشل الذريع أمام إرادة شعب يحب الحياة. رسالة أبناء الشعب العراقي لعصابات داعش الإرهابي بأن هذه التفجيرات لن ولم تقف عائقا أمام أبنائهم في تحرير أرض العراق من دنس الإرهاب المظلم. من بغداد صباح نوري، قناة المسار الفضائية.